ازيكم يا أحبابي؟ أنا الجد حكيم، وجيت أحكي لكم النهاردة حكاية فيها عبرة كبيرة عن العند. تعالوا نحكي. في قرية صغيرة كان في ولد اسمه سيف. سيف كان طيب ومحبوب، بس عنده مشكلة كبيرة، كان بيعند في كل حاجة. لو مامته قالت له البس جاكيت علشان الجو برد، كان يقول لا أنا مش بردان. ولو أبوه قاله ما تلعبش في الشارع بعد المغرب، كان يرد أنا مش صغير وبعرف أتصرف. وفي يوم كان الجو مليان سحب، وكل الناس قالت إن في مطر جاي. مامته قالت له سيف خد الشمسية وانت رايح للدكان. قال لها بعند لا مش هاخدها، أنا مش هتبل، وبعدين المطر لسه ما نزلش. وفعلا خرج وماشي وهو رافع راسه ومش سامع كلام حد، وفجأة نزل المطر زي السيل ومفيش مكان يستخبى فيه. اتبل هدومه كلها ورجع بيرتعش من البرد. ولما دخل البيت قال بصوت واطي أنا آسف يا ماما، كان لازم أسمع كلامك. ضحكت مامته ومسحت له راسه وقالت العند مش دايما صح يا سيف، أوقات بنعند ونخسر، لكن لما نسمع النصيحة بنكسب كتير. ومن اليوم ده بقى سيف أكتر هدوء، وبدأ يسمع الكلام مش علشان هو صغير، لكن علشان بقى أفهم. وسلام يا أحبابي. ولحد القصة الجاية من الجد حكيم، افتكروا دايما العند مش قوة، الحكمة هي القوة الحقيقية. ولو عجبتكم القصة يا أبطال، اعملوا لايك واشتركوا في القناة علشان تسمعوا كل جديد. أنا جدكم حكيم وبحبكم كلكم.